مساء الخير يا جماعه. النهارده عندنا هنروح مستشفى ونعلم الاطفال ازاي يغسلوا اسنانهم. مدرسه. هنعلمهم علشان ندي باك للكوميونتي، نساعد الناس. أيوة، لان احنا دكاتره طيبين. هما لو عرفوا يغسلوا اسنانهم بطريقه صحيحه ويمنعوا التسوس، احنا هنشتغل ازاي؟ رزق يا اسطى ربنا. رزق ما بنقولش كده، ما بنقولش كده. انا اجي اوزع عليكم شوكليت مخصوص عشان انتوا يعني تسوس، بس لازم اكون دكتوره طيبه. احنا مالناش دعوه بزينب، رايحين نعمل توعيه، رايحين نعمل توعيه، نغسل اسنان قافله طبيه. لما القافله الطبيه يعني سنه ثانيه. احنا كنا بنتجمع الاول ببوكسات السباكين بتاعتنا، او كنا متفقين كل حد يجيب حاجه، فكنا الاول بنتجمع. ستيكرز للاطفال، drawing sheets، بوكس so cool. يا شو بنحتاج قبل يا بعيد على الواصل. محمد وريني جايبين العاب. هو ايه ده؟ ده احنا كنا نكسب العاب مني. فين فرش السنان؟ فين فرش السنان يا ولاد؟ اقسم بالله انا مستني معاه في الشنطه. هنكسر نيسن، هنعمل لكم نيسن انبوكسنج. ممكن على العاب الاطفال. تشجيع لما تكبر تكون دكتور اسنان. ممكن بقى ايه نسرق الفرش والعاب الاطفال اللي احنا جايبينها كده فعلا. والله مفيش حد جاب الحاجات دي وانا صغيره. عايزه لعبه من دي بعد اذنكم. صح. وانا لسه طفله عادي. صح. مش وراكم هنديها لهم للاطفال نتصور بيها وبعدها وناخدهم منها. ولا تحالي. بنهزر يا جماعه، احنا اكيد مش هنعمل كده بجد يعني عشان مش كل واحد بتاخد على محمل الجد. احنا جايين نوعي يعني. احنا دكاتره كويسين بنخاف على اسنانكم. raising awareness about caries. سوس بنحميكم يا جماعه، بنقول لكم تعملوا ايه. الرغم ان دي شغلانتنا بس احنا عشان الناس احنا دكاتره طيبين. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. قوي بحبها موت اللي هي اللذيذه. احنا كنا خلاص بقى وصلنا المدرسه ودخلنا الفصول وبدانا نعلق البانرز اللي احنا هنحطها في كل فصل، وبدانا طبعا كل واحد يتوزع عليه شغله، اللي يمسك الكاميرا، وبدانا نراجع بعض البوينتس اللي احنا عملناها. وبعدها الاولاد وصلوا وحاولنا ان احنا على قدر الامكان نهزر معاهم عشان ما يخافوش مننا. قول لهم بقى الحاجات انت لسه قايلها تاني دلوقتي. ايوه قول لنا. المهم ان احنا نغسل سناننا الصبح عشان بيبقى في حاجات كده بتنزل من سناننا وبتخليها ما ينفعش ان احنا ناكل عليها. شطور. وبالليل بقى وكمان برضو مهم ان احنا نغسلها بالليل عشان السوسه بتنشط. شاطر. احنا لازم نغسل اسناننا يا حلوين عشان ربنا عز وجل انعم علينا باسنان قويه وجميله لونها ابيض وحلو. فاحنا لما ما بنغسلش اسناننا بيجي كده سوسه لونها اسود ووحشه قوي بتيجي تاكل اسناننا وبتلزق عليها كمان. اول حاجه بنجيب فرشه السنان ونحط عليها معجون سنان نفس حاجه تمام. أيوة. وبعدها بنقوم حاطينها على اسناننا ونقوم عاملينها كده زي ما زينب شرحت. شاطر. من فوق لتحت، من فوق لتحت. وبعدها ايه ما ننساش نغسل من جوه كمان، لان جوه لو ما غسلناهوش هيسوس. فنقوم جايبين الفرشه ومن جوه برضو نعمل نفس الموضوع، من بينك للوايت، من بينك للوايت زي السنه دي. شطور. صح زي السنه دي. واهو بيغسلها وبيغسل الضروس اللي جوه. فاكره بشاور على دي. دي بقى دي ايه اللي هيحصل مثلا؟ دي تفتكروا ليه مش موجوده؟ عشان خلعناها عشان السوسه سوت. هنا بدأنا نعلم الأطفال على الكاستات بتاعتنا بقى ازاي يغسلوا اسنانهم بصورة صحيحة. يكوت هنقوم عاملين كده بره بنعور نفسنا وهتلاقيها وسط سناننا تجيب دم. تمام. فاحنا بنعملها بالرشه واحد، نعملها كده تمام. وبعدها نقوم ايه ما ننساش من جوه، نقوم جايبينها كمان كده من جوه اللي هو ايه كده اهو. قررنا نجيب لهم بوكس ونخليهم يحطوا فيه الاكل اللي لو كلوه كتير هيجي لهم تسوس، والاكل اللي لو كلوه كتير عايزين اسنانهم هتبقى صحيه، بحيث نقدر نعلمهم ازاي يفرقوا ما بين الاكل الكويس والاكل الوحش. شاطر. معاك ايه يا ابراهيم؟ ابل. شاطر. هنا احنا كنا متعاونين مع المدرسة قبل ما نروح، بحيث ان الاطفال يحفظوا مسرحية علشان نقدر نوصل لهم اهمية فرشة السنان. كانت مسرحية لذيذة قوي، اتفرجوا عليها.
وقطع الحاجة اللذيذة. أنت لم تعرفي ماذا يحدث فيجب عليك أن تستخدميه. اسكتي يا فرسان، أنا بخير. إنها سوسة وأنا حذرتك كثيرا أن تستعمليني أنا وصديقي المعزوم. هنا بقى كنا خلاص خلصنا ولعبنا معاهم وبدأنا نوزع عليهم الميداليات والشهادات علشان يفتكرونا. زينب الأمورة أشطر دكتورة سنان في الدنيا. عايزة اهو بصوا يا جماعة بتصور صورة جماعية دي زينب. صورتك على فكرة بجد يا جماعة، ما تسمعوا شرحها. اكتبوا لها قد ايه هي شرحها حلو، عشان هي بجد ما شاء الله عليها، يعني بتحمسني ان انا اعمل الحاجات، بتعلم منها بجد يعني، بتسيب اثر حلو في اي مكان فعلا هي بتخش. ايه اليوم الجميل ده؟ تمت المهمة بالنجاح. تمت المهمة بالنجاح. خلصنا اخيرا. كان يوم لطيف والاطفال كانت لطيفه. خلصنا من حضاني فانا مبسوطه. يعني كنت داخله حاسه ان انا اللي هو انا اكتشفت لما رحت الحضانه دي ان انا ما اتحضنش. احنا عساسيل يا جماعه بجد ما شاء الله، ربنا يحفظهم. زينب بتقول لي تخيلي لو اتخصصتي بيريو بعد الكلام ده. ممكن بيدو ممكن اتخصص بيدو بعد اليوم الجاي. ممكن اصل الاطفال اللي شفناهم حلوين قوي يا جماعه، كيوت حلو بره بقى. على رأي دكتور هدير. يعني الفلوس اللي عاشور خدها دي اصلا من فلوس اليوتيوب وتيك توك، انت عارفه كده؟ لا يا سلام. عامله فيديو، انت عندك كام على اليوتيوب؟ 800 وحاجه. عامه انت موافقه؟ انا وشيماء ماتشي بصي هنا يا رهف